صارت دبي. شنو اللي صار داخل القاعة؟ اللي صار انه في 18 طالب مشارك تأهلوا من دولهم وجاوا هنا اليوم. ال 18 هذولا كانت في لجنة تحكيم قيمتهم على مدى اليومين الماضيين واختاروا 3 منهم. ال3 هذولا اطلعوا على المسرح وكانت في لجنة تحكيم بعد موجودة هناك وسألوهم كل واحد سؤال، وكان كل مشارك له دقيقة واحدة بس يجاوب على هالسؤال هذا. بناء على أجوبتهم حتى الجمهور اللي كان موجود داخل القاعة شارك في اختيار الفائز. والفائز صراحة يعني من جد شخصية جميلة جدا وهو معانا موجود الحين. الفائز اسمه محمد عبد الله من الجزائر وعمره بس 7 سنوات ما شاء الله تبارك الله، وهو موجود الحين معانا مع عائلته، فخلونا نسأله. أول شيء محمد يا هلا وسهلا فيك. أهلا. محمد ألف 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 مبروك. كيف شعورك بعد ما فزت انت بالجائزة هذه وفي 3,600,000 طالب شارك معك في التحدي هذا؟ أنا سعيد جدا لأنني كنت الفائزة في هذه المسابقة، وأهدي هذا الفوز العظيم إلى كل الشعب الجزائري والعربي، وفوزي بهذا اللقب تأكيد لقول الإمام عبد الحميد بن باديس: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال ما كذب، فإذا هلكت بصيحتي تحيا الجزائر والعرب. ما شاء الله تبارك الله. بس بسألك سؤال، أنت ما شاء الله عمرك الحين 7 سنوات، من متى بديت تقرأ أنت؟ يعني القراءة لقد بدأتها متأخرا، لأن الجزائر التحقت بالمشروع متأخرة وقبل أول امتحان في هذه المسابقة بأسبوع لم نتحصل على الجوازات بسرعة، وقبل المسابقة بأسبوع كان علي ضغط كبير في الكتابة، ولكن رغم ذلك استطعت ذلك بالصبر والأمانة. ما شاء الله تبارك الله. طيب بس بعطيك هذه أنا، خليني أعطيك إياها. هذه جائزة المركز الأول، شنو تعني لك هذه؟ تعني لي شيء كبير وهو الفوز. طيب كلمة تقولها للي سوى التحدي هذا، للشيخ محمد بن راشد. أشكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أراد أن يعيد المجد للغة العربية وينهض بالأمة من خلال القراءة، فأقول له جزاك الله عنا خير الجزاء. كل اللي أقوله الله يحفظك إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفك في المستقبل حاجة كبيرة. بس خلوني أقول لكم على شغلة، صاحب المركز الأول أو عائلته أخذوا $150,000 بالإضافة إلى $100,000 راح تكون في حسابه عشان أنه يستفيد منها في المستقبل أنه يكمل تعليمه الجامعي. هنا موجود معانا بعد أبوه. يا هلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا مرحبا. كيف شعورك اليوم بعد ما حقق ولدك يعني جائزة كبيرة جدا؟ في حقيقة شعور لا يوصف، اختلط الشعور بين الفوز باللقب وفي شعور بالفرحة كون الفائز هو أصغر مشارك، وفرحة أخرى كون هذا اللقب هو أول لقب له في حياته مسيرته العلمية، وكون هذا اللقب أيضا هو في اللغة العربية مع احترامنا لكل المسابقات العالمية والدولية أنها لغة القرآن، فالحمد لله رب العالمين. أنا أقول لكم ألف ألف مبروك، وفعلا يعني يعتبر أصغر مشارك في 3.5 مليون، يعني يقدر يدخل موسوعة جينيس للقراءة العربية إن شاء الله. ألف ألف مبروك مرة ثانية، ومن جد يعني صراحة الطفل هذا إن شاء الله أنه راح يكون أحد قادة العرب في المستقبل. يعطيك ربي ألف عافية. الله يخليك. خلونا نكمل جولتنا في بعض النقاط اللي ودي أقولها. كان في 5 مدارس مرشحة أنها تأخذ المركز الأول. الجائزة كانت $1,000,000، واللي فازت فيها مدرسة خلينا نشوف وش الاسم بالضبط، طلائع الأمل من فلسطين، أخذوا $1,000,000. التحدي هذا يعتبر أكبر مشروع إقليمي للتشجيع على القراءة. فخلونا بس ناخذ جولة هنا في مشاركين كثيرين، ودي إني صراحة إني أسوي وياهم انترفيوز، بس تعالوا خلونا نشوف. هذا أحد المشاركين هنا من السعودية. ممتاز. تفضل. أنا حبيبي هاني. لا بس يا ريت تذكر لنا أيضا أسامي المراكز الثاني والثالث. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. يا هلا وسهلا فيك. الله يحييك. اسمي عبد الرحمن الحسيني من المملكة العربية السعودية، تحديدا المجمعة. أخذت المركز الثالث الحمد لله على مستوى المملكة. سعدت بمشاركتي في هذا التحدي لأنه قدر ينمي عندي موهبة القراءة وشغفي لحب التعلم منها،
وأشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة اللي ما كان لها سبق أبدا في عالمنا العربي، وتحفيزه لعودة أمة اقرأ لمجدها اللي كان قبل ولا يزال مع هذا التحدي. يعطيك ربي ألف عافية، وأنتم من جد يعني صراحة الشباب اللي من جد احنا نفتخر فيهم، فكل التوفيق لك ان شاء الله. الله يوفقك. يعطيك العافيه. هنا بعد عندنا مشارك ثاني، اهلا وسهلا فيك. شكرا. ممكن تعرف بنفسك؟ مروان حمدي من المغرب. كيف كانت تجربتك في هالتحدي هذا؟ في الحقيقه هي تجربه جيده، زادت الكثير الى شخصيتي. الحمد لله تمكنت من تشريف وطني وتشريف الملك محمد السادس نصره الله. فنحن الان لم نخسر، ليس هنالك خاسر بيننا، فالكل فائز. فمجرد قراءتنا لهذه الكتب والاستفادة العظيمة منها هو في حد ذاته ربح كبير. يعطيك العافية وشكرا لك على وقتك. معنا بعد من لبنان. حسين عباس عيسى الأول على محافظتي الجنوب النبطية. أشكر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إعادة رونق الكتاب الذي تقوم عليه كل المجتمعات، الكتاب الذي يعد سبب أول لحياة ثقافية وتربوية للإنسان، والكتاب الذي هو سبيل النجاح في مدرسة الحياة وجامعة البشرية. وشكرا. يعطيك العافية. خليني أقول لكم بعد على كذا شغلة. أنا قلت في البداية أن الحفل هذا كان من أجمل الاحتفالات اللي حضرتها في الفترة السابقة. أحد أجمل الأشياء اللي صارت أن سووا مقطع رائع جدا، بدأوا فيه بكل نشيد الوطني لكل دولة عربية، ونهوها بطريقة جدا رائعة. وإن شاء الله زميلتنا فدوى سوت يعني تغطية جميلة، فإن شاء الله بكرة راح تكون موجودة في برنامجنا، وكذلك بعد نشرة 9 راح يسوون تغطية لهالحدث هذا. زميلي هاني، أنت سألتني عن أسماء الفائزين. عندنا 3 مراكز، قلنا محمد فرح من الجزائر هو صاحب المركز الأول، ورأى حمو من الأردن، وولاء البقالي من البحرين. هذول هم أسامي الفائزين. ودي بعد نجي هنا ونشوف الأجواء الجميلة اللي مجتمعين العرب كلهم، من السعودية، من الكويت، من الجزائر، من كل مكان جاوا هنا في دبي. ففعلا يعني كلمة حق تقال. شكرا للشيخ محمد بن راشد على هذا التحدي الأكثر من رائع. تعال بس وياي هنا، خلنا نشوف بعد، خلنا نشوف الأجواء. تعال بس بعد، في عندنا هنا مقدم الحفل اليوم، المذيع الكبير جدا مصطفى الآقا، فتعالوا ناخذ منه كلمة. تعالوا ناخذ من كلمة. طبعا معجبين مصطفى الآقا كثار، فخلونا نخلص منهم. خلنا بس نخلص. أستاذ مصطفى، كيف حالك؟ احنا على الهواء مباشرة. اي صباح الخير يا عرب، يا اهلا وسهلا، يعطيك ربي ألف عافية. الله يعافيك يا رب. كيف كانت المشاركة اليوم؟ شوف، مثل ما ذاك شايف، اليوم فخر بالنسبة لي أني أكون أولا متواجد في تحدي القراءة العربي. 3.5 مليون شخص، طالب وطالبة. شفنا تجارب، شفنا قصص، حقيقة شيء بيفرح أن نعود أمة اقرأ، أن تعود تقرأ. كل الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللي بادر لحث الناس على القراءة. اليوم لا يوجد خاسر. أول مرة في حياتي أشارك في مسابقة فيها 3.5 مليون فائز. أيضا افتتاح دار الأوبرا في هذا الحفل اللي يحضره الشيخ محمد، هذا شيء بالنسبة لي يعني تاريخ، بيقولوا مايلستون بحياتي. فالحقيقة MBC أيضا شاركت في التحدي، فنحن دائما نرى الأمل في كل مكان، والأمل موجود اليوم هون في دبي في القراءة وتحدي القراءة العربية. يعطيك ربي ألف عافية. الله يخليك. في شغلة، حنا يعني MBC شاركنا في هالتحدي هذا، في هذه المبادرة من البداية. سافرنا في كل الدول عشان نغطي الحدث هذا اللي فعلا غير الكثير، وإن شاء الله راح يغير في المستقبل. 11 مليون هذه قيمة الجوائز كلها اللي وضعها الشيخ محمد بن راشد في المسابقة هذه، ما هي إلا تحفيز لكل الشباب، لكل الصغار هذول اللي جالسين يدرسون، إن يحبون لغتهم أكثر. حنا لازم نفتخر بلغتنا العربية. لهنا زميلي هاني وصلنا لنهاية الحدث هذا. أنا